انا حاسس ان قلنا على نية سودا. لا لا ما تقلقش خالص. في حاجه ولا ايه؟ زي الفل. هو دكتور هشام رايح فين كده؟ شكله كده في واحده جديده. عشان كده قبل استقالة ليلى على طول. اهو كده انت ابتديت ترجع هشام اللي انا كنت اعرفه زمان. طب الحمد لله. بس بمناسبه الكلام الحلو ده، ماما قالت لي انك انت اتنازلت عن كل التحقيقات اللي كانت معموله لكريم في المستشفى قبل ما يمشي. اكيد طبعا. انت عارف انا بحبك قد ايه يا جميله. يا راجل. انت عندك شك في كده ولا ايه؟ عموما انا حاسس مش لازم تقولي، بس ما يلا نرجع بقى. بص اني افكر، عايزه ابص لك من بعيد كده. حقك، خدي وقتك براحتك. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا كريم؟ على فكرة لو عايز ترجع المستشفى بعيد عن لطيفة ومشاكلها أنا ما عنديش مشكلة. ها؟ لا 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 لا، انا محتاجاه معايا هنا في الشغل. هو انت بتبعت رسائل لمين؟ لعبد الله عشان عندي عمليات بكرة. ربنا معاك. يا رب. طب حبيبتي أنا عموما بقى عشان حاسس إن أنا تعبان. تصبح على خير. طب والشركة اللي رست عليها المناقصة دي يا عبد الله معروفة يعني؟ بصراحة عمري ما سمعت عنها، بس هم عارفين عننا كل حاجة ودارسين احتياجاتنا بشكل مفصل. واسعارهم معقوله ومعداتهم على اعلى مستوى. طب الحمد لله. هو مدير الشركة اتأخر ليه؟ مش ميعاده دلوقتي؟ ميعاده دلوقتي حالا. مدام ليلى بره يا فندم. خليها تتفضل، مش ينفع نسيبها واقفة كده. اوكي اتفضلي. ميرسي. مساء الخير. مساء النور. ازيكم؟ الحمد لله. الحمد لله. ليك وحشه والله. اخبار المستشفى ايه؟ ناقصاكي بجد والله. هو انتوا مستنيين حد؟ عندنا ميتنج مع صاحب شركه المعدات الجديده دلوقتي حالا. الشركة اللي بدل شركة كريم. شركه نيو سبلمنت. انت عرفتيها منين؟ انا صاحبه الشركه. وقع هنا يا بدر. ده عقد شراكه ما بينكم انتوا الاثنين. اساميكم موجود فيها وهيتسجل. هيكون الشركه الام اللي هي دي ليها نسبه 50%. وبكده حضرتك يا استاذه ليلى تقدري تستوردي وتوردي اي معدات طبيه زي اللي انت عايزها. وحضرتك تضمني حقك بالشكل القانوني. الف مبروك. طول عمرك شاطره. ميرسي. بس الشركة دي محتاجة راس مال كبير قوي عشان تأسسيها. رغم انها حاجه ما تخصكيش بس هرد عليكي. محوشه شويه فلوس وبابي اداني وجوزي حبيبي عمره ما هيبخل عليا بحاجه اكيد. ده حب عمري. طيب يا استاذه ليلى، تقدري تسيبي العقود في الشؤون القانونيه وهنراجعها ونبقى نعمل قعده تانيه عشان الامضاء. اوكي. هسيب لكم كمان الكارت بتاع المحامي بتاعي، تقدروا تتواصلوا معاه وتكلموه وتبعتوا له كل العقود، وهو لما يوافق عليها همضيها لكم على طول وان شاء الله خير. اتفضلوا كل واحد يروح على مكتبه. ليلى خليكي، عايزك. انت ازاي تحرجيني قدام الناس اللي بتشتغل عندي؟ وبقى انا قدامهم مهبل وكل حاجه بتحصل من ورايا.
يا حبيبي معاش ولا كان اللي يقول عليك كده قطع لسانه. بصراحة بقى أنا غلطت معاك، مش عارفة أعمل إيه. أشتغل معاك في المستشفى وأرفع منها وأخليها في السما، مش عاجبك. أقدم لك استقالتي برضو مش عاجبك. عملت شركة جديدة وقدمت على مناقصة زي أي شركة تانية وكسبت وبرضو مش عاجبك. طب قول لي أنت أعمل لك إيه؟ وهو أنت متخيلة مثلا إن هم هيصدقوا إن أنا معرفش؟ يتفلقوا. أنا ما يهمنيش حد غيرك، اللي يفتكر حاجة يفتكرها عادي. ليلى، جبت الفلوس منين؟ أنت بتشك فيا يا هشام؟ ما أنا قايله لك، أنا عمري ما كدبت عليك في حاجة. قلت لك إن أنا خدت فلوس من بابي، وإنه ممكن يساعدني زي ما أنا عايزة، وإن كمان لو طلبت منك عمرك ما هتتأخر عليا. صح ولا لأ؟ الأهم من ده كله، أنت ليه متغير معايا؟ أنا عملت لك إيه؟ كل شوية عمالين نبعد عن بعض. قولي في إيه؟ ريحني فريحك فنستريح. مفيش داعي للي بيحصل ده أنا بحبك. ليلى، مفيش حاجة بتستخبى، وكل حاجة هتبان في وقتها. أنا فعلا لسه بحبك يا جميلة، وما كنتش عايز أطلقك أبدا. يمكن لما كنت بتكلم عن عيشة وإنها لازم تتربى في وسطينا، كنت عايز أقول إن الكلام ده علشان ما كنتش عايز أسيبك أبدا. كده بنك الدم كامل زي الاول. بس لازم نوصل للي عمل كده. هيكون مين غيره يعني؟ حتى لو غنيم، عايز أعرف أعمل كده إزاي. عشان كده لازم نغير السيستم كله يا عبد الله. بصراحه لازم. صباح الخير. أهلا يا ليلى، اتفضلي. ليكي وحشه والله. لا، ما انت هتشوفني الفترة اللي جاية كتير، فمش هوحشك تاني. خير، حصل حاجة ولا إيه؟ هو انا ينفع اقعد مع جوزي 3 دقايق لوحدنا ولا ما ينفعش؟ طب طب عبد الله، هبقى أكلمك عشان نكمل شغلنا. اوكي. في حاجة ولا إيه؟ في حاجة. في حاجة وأحلى حاجة في الدنيا كمان. أنا حامل. بجد أنا حامل. بجد خبر حلو. ألف مبروك. مبسوط؟ أكيد طبعا. أنت عرفتي إمتى؟ لسه جاي من عند الدكتور حالا. قلت أجي جري على هنا عشان أفرحك معايا. طب تعالي اقعد استريح. لا، مش هستريح هنا. أنا هستريح في بيتنا. هروح عشان أجهز لاحتفال كبير قوي، أنا وأنت والبيبي بس. طب خدي بالك وما تسوقيش، ها؟ ما تخافش، معايا سواق. بحبك. وأنا كمان. ازيك يا جميلة؟ صباح الخير يا هشام. صباح النور، ازيك يا جميلة؟ تعالي اتفضلي. اقعدي. تحبي تشربي ايه؟ لا، هبقى اشرب بعدين. انت كنت عايزنا نرجع لبعض صح؟ أكيد طبعا أتمنى. بس انا ليا شرط. اشرطي زي ما أنت عايزة. تطلق ليلى.